بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة وينعاد عليكم الأيام بخير يا حبايب قلبي. طبعا ايه، خلصنا رمضان هنخش على الفسيخ. أول يوم العيد لازم حاجة مقدسة عندنا، ناكل فسيخ وملوحة وكده، نزفر محرومين بقى. وكفاية إن جه شم النسيم عندنا وما كلناش ملوحة ولا كلنا رنجة، فهنعوضها بإذن الله أول يوم العيد. فده البوري، مش الطبار، بوري بلدي. تعرفيه ازاي؟ بوزه بيبقى رفيع، اللي راسه مكببه ده بيبقى طبار. ماشي. طبعا انت تتاكدي ان هو طازه من مخاشيشه الحمراء، تغسليه وتصفيه حلو. ممكن لو ما عندكيش مصفى ليه توقفيه حلو، اربطيه لا مؤاخذه كده من ديله، علقيه في حاجه يصفي ميته خالص، تضمني ان هو ما شاء الله كده خلاص نشف ويبقى زي الفل. تعرفي منين ان هو خلاص هنبتدي نخلل فيه؟ ان السمكيه مش طريه ومرهرطه، ناشفه كده وجميله. طبعا عندك حته بيضه كده، بتمسكي السمكيه تنشفي نخشها حلو من بره ومن جوه، تخليها زي الفل. وطبعا ايه، احنا بنعمل لها مساج، يعني ايه، بدلكها، بطريها، عشان يعني تبقى، بص، لما تيجي تستوي مفصصه تبقى هي مفصصه لوحدها. التدليك ده يعني مهم جدا جدا للبوري. طبعا هننشفه كله. طبعا محضره كركم وشطه وكاري، كركم، بس انا خليكم معايا، كركم وشطه وبابريكا وملح. طبعا اللي ما يعرفش مقدار الملح يجيب ملح خشن. ليه الملح الخشن يا ام مسلم الرشيدي؟ عشان البوري بياخد الكميه اللي تناسبه وخلاص، ما بيحدقش. لكن ده بيحدق، لو زودت الملح بيحدق جدا، الا اذا كنتي بتعرفي فيه. طبعا لما تحطي، حطي كميه بسيطه، ما تكتريش فيه. يعني هقول لك حاجه، الكيلو بياخد كوبايه ملح، كوبايه ملح، اللي هي الكوبايه الازاز اللي هي بتاعت الشاي الساده دي، ونصها شطه. وطبعا معلقتين كركم، ومعلقتين بابريكا. بابريكا بتدي لون، ما بتديش طعم، والكاري بيدي لون. لكن الشطه طبعا بتمنعه ان هو يدود، والملح بتظبطه. بصوا يا حبايب قلبي، نمسك السمكات كده، نملى النخاشيش للاخر، ونعمل الجسم من بره كده. طبعا احنا محضرين كميه اكياس جامده جدا، عشان انتوا عارفين ان البوري بيعمل ريحه، فاحنا في غنى عن ده كله. بصوا، دلكتيها حلو ومليتيها ملح بشطه وظبطتيها، وهي السمكه ما شاء الله اللهم بارك طريه وجميله جدا. نفضل نعمل كده في السمكيه، تتاكدي ان النخاشيش مليانه. ليه؟ احنا ما بنحشيش البطن، فالملح اللي في النخاشيش بينزل في الجسم بيحيقه، مش بيحدقه، بيحيقه كده ما شاء الله اللهم بارك. نظبط كده اهوت ونعمله. طبعا انت الفسيخ بره الكيلو ب 300 و400، احنا مش يعني خلاص اللي في عين وراس يعمل عمايل للناس. احنا بنحب نعمل كل حاجه توفر وتدبر وتظبط الدنيا. طبعا ظروف الدنيا مش مستحمله. انت جوزك يقول لك عنك ما جبت فسيخ ولا كلتيه، لو هتجيبيه من بره. طبعا بقى لما تفتحيها، افتحوا معاكم بقى اول يوم العيد. صراحه مستنيه اللقاء الشيق ده، حاجه كده ما اقولكمش. يا رب اللي معايا لحد دلوقتي ما يستخسرش فيا اللايك الجميل والتعليق الحلو، يعني يا ريت تعملوا مشاركه للفيديو. المشاركه برضو غيركم بيعرفوا دي امانه، والامانه بتوصل بالمشاركه. زي ما انتوا وصلتكم المعلومه وصلها لغيركم. فطبعا اللي بيحب ام اسلام ما يستخسرش فيها ايه، اللايك بيعلي الفيديو. طبعا انا الفيديوهات عندي نازله جدا، الله العالم، انا بتعب جدا وبعمل مجهود جامد عشان، يعني الحمد لله. بصوا يا حبايب قلبي، احنا لو حطينا، هنحط اتنين في الكيس مثلا، هتبقى واحده عكس واحده، يعني واحده الراس عند الديل وواحده الديل عند الراس. تمام تمام. هوسع كده عشان اوريكم وانا بلفها. طبعا انا الفيديو ده عاملاه 15 رمضان، بس طبعا انا كنت تعبانه والحمد لله، فما كنتش صراحه بعرض الفيديو. كل ما اجي اعرضه اكون تعبانه، اكون عندي حد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عملت كحك العيد، دخلت في حوارات كده. طبعا النت خلص يعني، ما شاء الله. بصوا، انت الكركم خلى ايدي، بصوا عامله ازاي، في ثواني. يبقى السمكه بقى لما تقعد فيه 10 15 يوم. وهقول لك الوقت اللي بتقعد فيه البوري، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، في الصيف من اسبوع ل 10 ايام، في الشتاء من 10 ايام ل 15 يوم بالظبط. ما شاء الله بيستوي. وهقول لك حاجه، لو عايزين تعجلوا في سواه اسبوع،
في الشتاء اللي احنا فيه ده، لفيه فويل، ورق فويل. الفويل طبعا احنا عارفين ان هو بيسخن الحاجه او بيحفظ على السخونيه، فانت بتسخني بكياس مع الفويل، هو بيسخن وما شاء الله بتحطيه وتقلي عليه بقى. يعني ايه تحطي تقيله؟ يعني عندك باكيتة ملح، عندك كيس كبير مليان رمله، بس اتاكدي ان الرمله ما تجيش عليه. ازايز بيبس، ازايز ميه اللي هي الكبيره مليانه، وتقلي عليه. بص انا لفيته جامد ازاي. اي اوشا. لا لا، عينيها عينيها بصوا عملت اكتر من كيس عشان ما يعملش ريحه زي الفل. اصل انا حوادث قوي في الريحه، ما بحبش كده. منى بتقول لكم اعملوا لايك، حطوا لايك لتيتا. حبايب قلبي ما تحرمش منكم، وينعاد عليكم الايام بخير. بصوا عايز اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.